الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم او مساء الخير عليكم على حسب التوقيت اللي بتتفرجوا فيه على الفيديو. يا اهلا وسهلا بكل اموراتي الحلوين اللي نوروني وشرفوني وكبروا عيلتي. بحب اشكر كل اخت اشتركت معايا جديد ونورت قناتي ونورتيني وشرفتيني، ووجودك تاج على راسي، وان شاء الله باذن الله نبقى احلى عيلة مع بعض. اتمنى منك يا امرايا لو انت بتتفرجي عليا لاول مره وانت لسه مش مشتركه نوريني باشتراكك فضلا وليس امرا، وفعلي زر الجرس للكل عشان يوصلك مني كل جديد بقدمه، وحطي لي لايك دعم منك ليا، واكتبي لي كومنت علشان اقدر ادخل ارحب بيكي. نسمي الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، عليك افضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة ان شاء الله باذن الله روتيننا قوي 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 قوي. تعالوا بقى نبدأ روتيننا القمر دوت، وهنعمل مع بعض وصفة ناسفة للدهون. نسمي الله كده يا بنات. اول حاجة هنجيب مية سخنة بتغلي، لازم يا بنات تكون سخنة بتغلي، وهننزل عليها. بصوا المكونات سهلة وبسيطة وموجودة في البيت. معلقتين كربوناتو، تمام، سهلة جدا. معلقتين كربوناتو، معلقتين ملح ليمون. طبعا دلوقتي بيحصل فوران بس هي الإضاءة كانت جامدة فمش باينة. ونزلت بمعلقة خل، انتي ممكن تزودي شوية مفيش مشكلة. ونص كوباية اي مسحوق بودر غسيل. انا علشان متوفر عندي المسحوق الاوتوماتيك حطيته، وكمان علشان ما يزودش الرغوة معايا قوي. بصوا بقى يا بنات، ده المكون السحر، ده اللي هيفرتك الدهون كده ويدوبها معانا مع المكونات دي. ايه المكون ده؟ البلسم اكسجين يا بنات. بتروحي عند اي صيدلية او اي حد بتاع مستلزمات تجميل وبتجيبي من عنده ماء اكسجين او بلسم. بس هاتي المية لان المية ارخص شوية من البلسم ده كده كده كان عندي. بصوا يا بنات، دي ماسورة الغاز. طبعا انا من الناس اللي كنت بخاف اغسلها اصلا او اجي جنبها، لان كنت بسمع عن اضرار كتير قوي، ربنا يحفظنا ويحفظكم، بتحصل وبتتآكل كده مع الغسيل. بس كان شكل الدهون عليها مضايقني ومش عارفة انضفها. والله يا بنات بصوا انا ما بدعكش، انا بمشي ايدي كده عليها ما شاء الله تبارك الله. والجزء اللي انتوا شايفينه من تحت ده الدهان بتاع الماسورة طلع، مش دهون يعني كده، مفيش اي دهون في الماسورة غير الجزء اللي هو في الصامولة من تحت ده. وبصوا يا بنات الحتت بقى اللي في الجنب دي اللي انا معرفتش املكها، فرشة اسنان. فرشة الاسنان ناعمة جدا جدا، ده دليل ان الخلطة قوية ومش محتاجة اي دعك او اي حاجة جامدة. وباخد كده من الخلطة، بس خلي بالك لانها سخنة جدا. ده بقى المكان اللي بقولكوا ده الوحيد اللي لسه هو عليه دهون، وبرضو ما قربتش عليه قوي لان كنت خايفة بصراحة. مش محتاجة دعك جامد ولا اي حاجة، ولا بقى نستعمل باور ولا سترس اللي بقى بمبلغ بجد خزعبلي، ولا مستر شاهين ولا اي حاجة. بصوا يا بنات ما شاء الله تبارك الله على شكل البوتاجاز، انا عملته مع نفسي تمام. تعالوا بقى هوريكم حاجة طبيعية جدا هنلمع بيها عيون البوتاجاز. ايه الحاجة دي؟ ده خل يا بنات، سلكة ناعمة زي ما بقولك يا بنات، مكون واحد بس وهو الخل وسلكة ناعمة، وامشي عليه على عيون البوتاجاز بتاعتك. بصوا يا بنات شكل الخل بقى عامل ازاي،
بتنزل اسمرار غريب. يعني طب ما هي مغسولة، يعني انا غسلت العيون ومنضفاها كويس جدا بالخلطة اللي احنا لسه عاملينها. بس بصوا يا بنات، دي بقى حاجة ايه زي تلميعة بقى، زي ما بنلمع كده الألمونيا وبنلاقيها برضو بتنزل كده حاجات سمرة معانا. بصوا يا بنات لما مسكتها بقى ودعكتها كويس، طبعا انا اضطريت اعمل على البوتاجاز اللي لسه متنضف عشان اوريكم، وبصراحة ما كنتش متخيلة ان هو هينزل حاجة اصلا، بس كله علشان عيونكم فداكم. حطيلي لايك بقى، زي ما انا ما ببخلش عليكم كده باي معلومة او باي فكرة وبشجعكم، حطوله لايك. بصوا شكل العيون، هي نظيفة والله وما فيهاش اي حاجة، بس مغمقة بقى. بصوا وعايزة اقولك لو دعكتها اكتر من كده هتنزل تاني، بس هي المشكلة ان انا مش بقدر ادعك اي حاجة. تعالوا بقى بنفس الخلطة اللي معانا القمر دي هنلمع بيها الخلاطات، هترجع مراية كأنك لسه شارياها بالظبط. بس بصوا يا بنات خلي بالكوا، لان هي ما بتنزلش من البخاخة عشان المسحوق البودر، فبلاش تحطيها في بخاخة اصلا. بصوا كده يا بنات، ما شاء الله تبارك الله، حلوة جدا جدا. يعني كل حاجة قدامكم اهي هتلمع وهترجع زي الفل. عايزه اقول لكم انا كنت حاطه لكم مقطع غدا كمان في الفيديو دوت، يعني كنت مخلياه روتين شامل، بس للاسف بالرغم ان انا مسرعاه جدا لقيته عدى النص ساعه. فطبعا مين هيقعد اكتر من نص ساعه يتفرج على الفيديو؟ فقلت لا خلاص، شلت الغدا وهنخليها بس روتيننا في المطبخ وفي الاوض. يعني احنا هنرتب المطبخ دلوقتي مع بعض بالوصفة الجبارة القمر ديت، اللي يعني اتمنى ان انا اعملها كل اسبوع والله من كتر حلاوتها كده، وان بجد نتيجتها في الاخر بترضيني جدا. وبعد كده هندخل بقى على اوضتي واوضة عبد الرحمن نظبطهم ونرتبهم، وفي كده غسيل لميناه وهنظبط الدنيا. تابعوا معايا بس كده الفيديو للاخر، وان شاء الله باذن الله تستفادي وتتشجعي. واذكروا الله كده يا بنات في الكومنتات، اثبتوا وجودكم بالكومنتات، نكتب ذكر من ذكر الله. تعالوا بقى يا بنات نظبط الاوضه مع بعض. بصوا بقى، مش مشكله زاويه الاضاءه دي لان بصراحه ما كنتش عارفه اظبطها اكتر من كده، بس اهم حاجه التشجيع. تمام، انا مش هشيل الدفايه، مش هشيل ملايه، الدنيا كانت زي الفل وكنت مغيراها قبلها بيوم، انا بس برتب مش اكتر من كده. تمام، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بحب اشكركم جدا 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 على الفيديو اللي فات يا بنات، الحمد لله رب العالمين. بجد انا كنت محبطة جدا ومتضايقة جدا ان المشاهدات كانت واقعة، بس الحمد لله رب العالمين. يعني كده فعلا اتأكدت ان هو عيب في تحديثات اليوتيوب، مش قلة تفاعل معايا يعني، ولا عدم مشاهدة او كده. فبحب اشكركم طبعا. بصوا يا بنات، هي البطانية دي ما شاء الله تبارك الله تقيلة جدا، كان نفسي افردها كده شوية. بحب والله شكل السرير وانا فردة البطانية كده عليه، بس للأسف انا عندي شباك السرير اللي هي الخشبة اللي ورا دي عالية قوي، فما بتخلينيش اعرف افرش حاجة. يعني بصوا بعد ما جيت افردها لقيت اني مش هينفع وهيبقى شكلها وحش جدا، فاضطريت اطبقها تاني وهطبق اللحاف بقى واشيله، لاني يعني انا حاسه ان البطانيه كفايه محطوطه على السرير على الفاضي. بصوا يا بنات، المعطر ده حلو جدا جدا جدا، عايزه اقول لكم عندي بقاله سنين،
يعني ما شاء الله تبارك الله، والله فعلا جايباه بقالي فترة كبيرة. باخد منه شوية كده في بخاخ فيها شوية مية وبرجه ده بعطر الياسمين، بجد حلو جدا وتحفة جدا وبيريح اعصابي كده. وهغرق بقى شوية بما اننا بقى في شتاء ومش بعرف اهوي حاجة كويس، والأوضة دي مكتومة اصلا وما فيهاش تهوية. زودت شوية في رش المعطر عشان احس بانتعاش كده في الأوضة، وكده كده احنا مش هنقعد فيها يعني. وهنا برضو رشيت على المفرش. بصوا يا بنات، دي العيوب اللي في حاجتي، ما بحبش ابينها وما بحبش اظهرها. فادعولي ادعولي كده بس ربنا يكرم، واحاول اظبط الدنيا دي لان بجد اذية عيني قوي. كده الأوضة الحمد لله بقت زي الفل، والأرض فيها كانت نظيفة. هندخل بقى على أوضة عبد الرحمن. بصوا مهزلة. أنا جبت هنا الكومودينو حطيتهوله، يعني طلعته من أوضتي وحطيتهوله هنا. والكمبيوتر ده كان متشال يا بنات، أنا طلعته. قلت خلاص الولاد خدوا الأجازة بقى وإيه خبطوا فيه. هنظبط كل الدنيا دي. ودي دوت غسيل كانت رحمة لسه لماه، ف حطيته كده على الكرسي عقبال مرتب السرير معاكم، وبعد كده هنقعد نطبقه مع بعض. دي اوضه عبد الرحمن يا بنات، محدش بينام فيها غيره. برضو زي ما قلتلكوا احنا لسه مغيرين فمش هنشيل، هي بس كده تنفيضة وترويقة اللي هو الترتيب اليومي. هشد بقى كده الدفية وهعدل كده. دول يا بنات المسند بتاع الانتريه، هي هبطت وانا حطيت بدلها الشلت، فحطيتها هنا كده علشان ما يبقاش منه للحيطة. الجو بيبقى ساقع وكده تحميه يعني وكده، لان في عمود فالسرير مش هيتاخر عن كده. وهاجي هنا برضو وهمسح. والله الكلام ده كله متلمع امبارح، بس التراب بقى. بصوا يا بنات، الطرحه دي بحبها جدا جدا جدا، وللاسف ما بلبسهاش خالص وما بخرجش بيها، فقلت هلبسها اصور معاكم يعني الفيديو. برضو نفس العيب بتاعها، هي ستان ما بتثبتش نهائي نهائي. وتخيلوا بقى لو انا نزلت بالطرحه دي بره، انا كنت يوم ما بلبسها يا نهار ابيض بقعد اعدل في الطرحه كل شويه، وانا من الناس اصلا اللي ما بحبش اعدل الطرحه بتاعتي نهائي بره. يعني بحب الطرح الثابته اللي هي انزل بيها ارجع بيها، ما اقعدش بقى كل شويه كده اعدل الدبوس واعدل الطرحه ومعرفش ايه. لا مش بحب كده، فاستغنيت عنها، ما بقيتش انزل بيها نهائي. واديكوا شفتوا في البيت بقى يعني كل شويه، والله اتفكت مني مرتين وانا بصور. فمش عارفه ايه الاختراع الفاشل ده، في حد كان يعمل طرحه ستان؟ مش بحبها قوي وبحب لونها. هو انا بفكر استغلها مفرش. اه والله. طب اتراهنوني انه هتيجوا في مره في روتين هتلاقيني حطها على التسريح او حاجه كمفرش. اصلي مش هستغنى عنها، هرميها يعني، بقول لكم بحبها. ايه دي، روقنا السرير وبقى زي الفل. البطانية دي بقى خفيفة مش تقيلة، فلازم يستوطب حاجة تانية معاها. والأوضة دي يا بنات ساقعة عشان دي أوضة البلكونة، فأنا بجبره يستوطب الاتنين. هو ما بيحبش، بيبقى عايز يستوطب حاجة واحدة بس، لا بجد الأوضة بتبقى ساقعة قوي. بصوا الغسيل كان قليل جدا، فهنقعد كده نطبقه في ثواني، مش هياخد معانا اي حاجة. وهقوم مع نفسي برضو هظبط الكمبيوتر. وكنت واقفة بقى على كنس الأوضة، بصراحة بقى مش انا اللي هعملها،
هخلي رحمة اللي تعملها، لاني كانت شهد لسه بتمتحن ما كانتش خلصت. لما بتخلص بخلي الاتنين يساعدوني، لكن بما ان رحمة هي اللي خلصت قبل شهد، فرحمة هي اللي بتساعدني دلوقتي. طبعا انا بسجل لكم الفويس ده يوم الخميس، فكانت خلصت امتحان الحمد لله، بس لسه مش عارفة والله هنزل لكم بقى الفيديو ده اني يوم. فدعواتكم يا بنات، دعواتكم 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 بالنجاح وبصلاح الحال والهداية وبالتوفيق طبعا من عند ربنا. انا باخد بقى الهدوم اللي بتتعلق في الشماعات كده وبحطها على جنب بقى عشان دي اللي هتتعلق، لكن اللي بتطبق هي بقى ايه لا تطبق وانا قاعده. وطبعا طبقت وانا قاعده عشان كان خلاص ظهري وجعني في الشويه اللي انا عملتهم دول، فالحمد لله رب العالمين. يا بنات يا بنات، لو وصلتوا لحد النقطه ديت وانتوا لسه ما اشتركتوش، فضلا وليس امرا، نوريني باشتراكك وفعلي زر الجرس للكل عشان يوصلك كل جديد بقدمه، وحطي لي لايك فضلا منك علشان يرفع لي الفيديو، واكتبي لي كومنت عشان اقدر ادخل ارحب بيكي. لو لسه ما حطيتوش اللايك يا بنات، الفيديو قرب يخلص، حطولي اللايك فضلا، ارفعوا لي الفيديو يا بنات بالله عليكم، واكون مبسوطه طبعا لو شيرناه مع زمايلنا. خلاص كده انا خلصت تطبيق الغسيل. رحمة بقى بتاخده وبتحطه في دولابهم الهدوم اللي بتخصهم هما. تمام. هنا يا بنات انا حاطه مفرش كده على الكيسه، علشان الكيسه من قدام كده فيها باب مكسور فبيدخل له هوا، فحفاظا يعني على الاتربه والهوا دي حطيت لها المفرش ده. وهنا كنت مشغله سوره البقره، وده الكرسي ببقى حاطه عليه المصليه والطرحه اللي بصلي بيها، وبوريكم بقى هنا الارض عايزه تتكنس، فهي